من القاهرة والناس، مساء الخير. شئنا أم أبينا، أحببنا أم كرهنا، استبشرنا خيرا أم تأبطنا شرا، إننا اليوم في واقع جديد هو زمن الإخوان. ماذا يقول عنه الخائفون منه، وماذا يقول عنه المرحبون به؟ ضيف حلقة الليلة هو رئيس تحرير جريدة الأسبوع، النائب السابق في مجلس الشعب، الأستاذ مصطفى بكري. ألا يخجلون من أنفسهم أمام الرأي العام؟ الشعب المصري لن يتسامح في هالة القضاء أو عرقلة الأحكام. إحنا محاصرين في مجلس الشعب، كل يوم مظاهرات. هاتولنا القانون الأمريكي والبريطاني بتاع ماما أمريكا. إحنا بقت صورتنا بره فضيحة. هم عايزين إيه؟ عايزين يفككوا المؤسسات؟ مع عملاء الأمريكان اللي بيحرضوا من البرادعي. أستاذ مصطفى بكري، كل عام وأنت بألف خير ومساء الخير، وأهلا بك في زمن الإخوان. قصدك زمن الأمريكان؟ زمن الإخوان كاسم برنامج، البرنامج اللي نحن عم نقول. ليش زمن الأمريكان؟ لأن الأمريكان أصبحوا الراعي الرسمي الآن لكل ما يجرى في المنطقة العربية. انظر إلى تصريحاتهم. طبعا الآن كل عمرهم الراعي الرسمي. أعرف ذلك، لكن غريب أمرهم هذه الأيام أن يحاولوا احتواء الثورات العربية وتوجيهها كما يريدون. انظر إلى تصريحات السفيرة الأمريكية في مصر التي تقف ضد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وتقول لابد من عودة البرلمان، فيعود البرلمان الباطل مرة أخرى. هل أنت موافق أننا في زمن الإخوان؟ أننا دخلنا في زمن الإخوان؟ بالتأكيد نحن في زمن لحظة فارقة، ربما ينجحوا وربما لا يستطيعوا النجاح. أنا أعتقد أن ممارسة أشهر قليلة دفعتهم إلى التراجع كثيرا، وأظن أن الفيصل سيكون في الانتخابات البرلمانية القادمة. كيف يعرف مصطفى بكري في 30 ثانية عن نفسه؟ أنا مصطفى بكري، مواطن مصري عربي ناصري الفكر، لدي طموحات لهذا الوطن ولهذه الأمة، أسعى إلى تحقيقها بكل ما أملك من عناصر القوة. لديك 20 ثانية بعد، ماذا تقول؟ أقول أن اللحظة التي تعيشها الأمة في هذه الظروف التاريخية الصعبة هي لحظة فرز حقيقي بين هؤلاء الذين يتأرجحون على كل الحبال وبين أصحاب المواقف الثابتة. خلص التوقيت. مع أنه في كتير نقاط حابب علق عليها، خصوصا عن التلون والحبال والانتقال من مكان إلى آخر، ولكن دعني أذكر المشاهدين وأعرف حضرتك أيضا على لجنة مؤلفة من 3 أعضاء. هي لجنة أطلق عليها اسم الرأي والرأي الآخر، وهم أشخاص وأساتذة ويمثلون كل وجهات النظر أو مختلف وجهات النظر والمعتقدات والفكر السياسي، ولكن لن تروا وجوههم ولن تعرفوا أسماءهم إلا في الحلقة الأخيرة فقط. هم سيقومون بنوع من التقييم إذا كانوا موافقون مؤيدون أو معارضون لما يقوله الضيف خلال الحلقة. وقبل أن ننتقل إلى الدائرة الأولى وهي دائرة الاتهام، دعونا نتوقف مع فاصل إعلاني. أهلا بكم مجددا في زمن الإخوان، هذا البرنامج الذي سيرافقكم بإذن الله طيلة شهر رمضان المبارك على قناة القاهرة والناس. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مصطفى بكري. الدائرة الأولى معنا هي دائرة الاتهام. دائرة الاتهام. أستاذ مصطفى بكري، هل تعتبر نفسك أنك كنت من المعارضين لنظام مبارك؟ بالقطع كنت معارضا. فيما هو صحيح أقول أن هذا هو صحيح، فيما هو سلبي أقول أن هذا هو سلبي. أنا صاحب أكبر قضايا فساد كشفتها في الصحافة أو حتى
أثناء يعني ثورة 25 بالعنوان العريض نستطيع أن نقول مصطفى بكري هو كان من معارضي نظام مبارك. نعم، المعارضة بمفهومي أنا. دعنا نرى هذا الفيديو أولا ومن ثم نعلق. رسالة لكل مواطن مصري وعربي ليدرك عن يقين أن مصر جميعها تقف وراء رئيس مبارك في مشروعه الوطني ومشروعه القومي، في دفاعه عن الطبقات الفقيرة، في دعمه للديمقراطية، في تأكيده الدائم والمستمر وتبنيه لحرية التعبير وحرية الصحافة. مصطفى بكري، أنت متهم بأنك معارض صوري تستخدمها الأنظمة لتبييض صفحاتها يعني تخلي الشعب والجماهير يعتقدوا بأنها تحترم الرأي الآخر. أسألك في المقابل، ما هو الثمن؟ هل الثمن أنني أصبحت وزيرا أم رئيسا لتحرير صحيفة قومية أم أي شيء؟ هذا كلام كان سنة 2000. نعم. عندما كان البعض الآن ممن يحملون راية المعارضة معينون إما في مجلس الشورى أو رؤساء تحرير صحف. لماذا لم تأتي بالفيديو سنة 2005 عندما قلت أن مبارك أجرى حوار مع عماد أديب وقال أنا تعبت خلاص شوفوا لكم رئيس غيري، وأنا قلت له وهذا أذيع على قناة الجزيرة وموجود على اليوتيوب، لو كنت منصفا لجئت به قلت الآن حان وقت أن ترحل يا مبارك لأن بقاءك فيه إذلال للوطن وفيه إذلال للأمة. سنة 2005 ادخل على اليوتيوب زي ما أنت جبت ده. بعد ما هو قال ذلك. لم يقل ذلك سنة 2005 بالأساس. ألم تقل مع عماد الدين أديب قال هذا الكلام؟ أيوة، لكن في كثيرين قالوا له اقعد. كان يقول ذلك على سبيل الهزار. نعم. لكني عندما قلت له هذا الكلام في مؤتمر عام في نقابة الصحفيين وأذيع على قناة الجزيرة. ماذا حصل بك عندما قلت هذا الكلام؟ كان هذا الكلام ثمنا لإسقاطي بعد ذلك في 2010 عندما حمل سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الذي كان ينافسني هذا الفيديو وذهب به إلى كل مكان. لماذا تغيرت بين 2000 وال2005؟ ما الذي غيرك؟ غيرني هو موقف مبارك ذاته. مبارك بالتأكيد في فترات كان قد قدم إنجازات إيجابية إلى حد ما، كان على الأقل قريب من الناس منذ أن جاء جمال مبارك ومشروعه مشروع التوريث، منذ أن جاء رجال الأعمال وأصبح هناك خلط بين السلطة والثروة، تغيرت الأمور. لماذا كنت على طائرة الرئيس مبارك من الصحفيين المعتمدين دائما على الطائرة الخاصة للرئيس مبارك؟ معلوماتك خطأ. أولا أنا رجل مهني. نعم. وعندما يأتي رئيس الجمهورية ويأخذ في كل مرة صحفيين من المعارضة أو الصحف المستقلة مثل جمال بدوي رئيس تحرير الوفد، مثل نبيل زكي رئيس تحرير الأهالي، مثل عادل حمودة، مثل آخرين. نعم. عندما يفعل ذلك إنما يفعله لسبب مهني أو نذهب لسبب مهني. كم مرة ذهبت مع الرئيس طيلة رئاستي للتحرير منذ التسعينات؟ 4 مرات فقط. وفي المرة الرابعة عندما واجهته في الطائرة بأنه يدعم أحمد عز منعته بعد ذلك. لهذا السبب يعني قمت بمحو كل أرشيف في الجريدة. يا راجل أنت بتاع شائعات، يا راجل لما تعد كده كويس. نعم. ارجع وراجع. نعم. خش طيب على الإنترنت. مصطفى بكري ما عندوش حاجة يخاف منها. مصطفى بكري اللي في قلبه هو في لسانه. ألم يتم محو كل الأرشيف الأسبوع؟ هذه شائعة كاذبة، وادخل على مواقع النت. من أطلقها؟ أطلقها واحد موجود كان اختلف في الجورنان فقالها. ما تاخدش الشائعات. هدي أعصابي هادية جدا والله، دي طريقتي على فكرة في الكلام. ما تقلقش. وننتقل إلى الاتهام الثاني. دائرة الاتهام. الاتهام الثاني، أنت متهم بتلقيق أموالا من الأنظمة العربية، لا سيما النظام الليبي والنظام. الكلام ده معي حاجة تثبت الكلام ده. في وثيقة على ما أعتقد. تفضل. خلينا نشوفها. يا رالي فعارف دي ايه؟ ورقة طلعها مرشحي في الانتخابات سنة 95. نعم. اسمه محمد علي محجوب وزير أوقاف. نعم. قلت له اذهب إلى النائب العام وبلغ فيا. واحد ورقة مكتوبة بخط تافه ادفعوا لمصطفى بكري $300,000. أنا كان اسمي محمد مصطفى بكري حتى مش مصطفى بكري. $300,000 عشان الانتخابات. نعم. طيب لو ده صحيح من سنة 95 أنا بدعوك أنت بكرة تروح للنائب العام المصري
أنت كنت مؤيد للقذافي أو مع الثورة الليبية في آخر فترة من الثورة؟ أنا كنت طبعا مع الثورة الليبية ومع مواقف قومية ولي انتقادات أيضا، لكن ما يجرى في إفريقيا بيانه في الأمم المتحدة كان بيان قوي ومحترم. ما هي علاقتك بصدام حسين؟ صدام حسين لم أره سوى مرة واحدة مع انتصار الحرب العراقية، مع انتهاء الحرب العراقية الإيرانية فقط. أيامها لا، كمان أثناء الحرب أيامها رحنا وفد شعبي مصري وكنت في مجلة المصور، سلمت عليه. كنت دافع عنه دائما وما زلت أدافع عنه وأعتبره شهيد العرب. نعم. اتنشر أسماء يا سيدي العزيز، اتنشرت أسماء خدت كوبونات نفط وخدت أشياء كثيرة. هات لي اسم مصطفى بكري فيه، عندك القائمة؟ لماذا تدافع عنه حتى الآن؟ لأنه شهيد، ولأنه قاوم الاحتلال الأمريكي، ولأنه راجل وما باعش بلده. شوف حال العراق الآن. اتهام آخر من الاتهامات، مصطفى بكري متهم أنه متعاطف مع النظام السوري الحالي، نظام بشار الأسد، ضد الثوار في سوريا. هل هذا الاتهام صحيح أو غير صحيح؟ اقرا اللي مكتوب على تويتر، وقلت فيه بالنص لبشار الأسد: نعم. كان بإمكانك أن تنقذ الدولة ولكنك مضيت نحو الكرسي وتركت البلد تنهار. وقلت ذلك مع بداية الثورة السورية، وكتبت هذا الكلام وقلته على فضائية الحياة، وعندما نشدت بأن ينهي هذه الأزمة وأن يوجد إصلاحات حقيقية. بشار الأسد عندما جاء في بداية الأمر وقفنا معه عندما تقدم بمشروع إصلاحي قوي، وعندما قال وتحدث عن أنصاف الرجال في الأمة العربية كتبت مقالا قلت له فيه: نعم هناك أنصاف، ولكن قل لي متى تتحرر الجولان، متى تطلق رصاصة واحدة على الجولان. فمنعت من دخول سوريا في هذا الوقت. تتكلم عن الزمن الأمريكي، ألا تعتبر ما يحدث في سوريا اليوم هو مؤامرة أمريكية على سوريا؟ الأمة العربية كلها تتعرض لمؤامرة، ولكن يؤسفني القول أن كثير من الأنظمة فتحت الطريق أمام هذه المؤامرة. وصول الإخوان إلى الحكم في مصر هل هو مؤامرة أمريكية؟ الإخوان وصلوا بانتخابات حرة، سواء فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب أو سواء فيما يتعلق كما قيل في انتخابات الرئاسة. الأمر الآن نحن أمام حكم قضائي أو أمام قرار قضائي بانتخابات حرة. كون الأمريكان الآن جاءوا ليثيروا الفتنة في مصر، وكون السيد خيرت الشاطر نائب المرشد العام قال إن التحالف بين جماعتنا، يقصد الإخوان المسلمين، وبين الأمريكان هو تحالف استراتيجي، هذا يدفع الأمور إلى ناحية أخرى. يبدو أن الأمريكان أصبحوا هم الراعي الرسمي الآن للإخوان المسلمين في مصر. رغم أنك قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات بساعات حاولت تضليل الرأي العام عبر إشاعة خبر فوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات وتوجه الحرس الجمهوري إلى منزله، وأعطيت نسبة على ما أظن كانت حوالي 50.4% أو 7% من الانتخابات. يا سيدي، أولا هذا الكلام كانت الساعة 3 إلا ربع، يعني قبل إعلان النتيجة بحوالي 3/4 ساعة. نعم. كان الحرس الجمهوري قد تحرك باتجاه بيت أحمد شفيق. نعم. وعلمت ذلك من واحد من الحرس. نعم. وأيضا في 10 صباحا كان هناك 10 من ضباط الحرس. حول لك بس 10 بالنسبة. نعم. 10 من ضباط الحرس كانوا موجودين. النسبة شاعت، وقبلها CNN بالليل قالت إن أحمد شفيق فاز بنسبة 50.7، ومسؤول كبير أبلغ أحمد شفيق في 10 صباحا بهذا الأمر وبهذه النسبة. هل تعتبر أنه بالفعل كان أحمد شفيق فائزا في الانتخابات وتم التلاعب في النتيجة ضمن صفقة معينة حصلت في اللحظات الأخيرة؟ دع التاريخ يحكم على ذلك، لكني لا أعترف بالنتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات. هل رضي مصطفى بكري على النتيجة ويقول اليوم أن صناديق الاقتراع أوصلت هذه النتيجة، أوصلت دكتور مرسي إلى الرئاسة لأنه طلب منه ربما من المجلس العسكري أن يكون هذا الاتجاه هو الاتجاه الوقت الحاضر؟ يا سيدي، إذا ومعروف عنك أنك على علاقة شرف لي وطيدة، هذا جيشي، هذا جيشي. يا سيدي، لم أتعين لا وزير ولا محافظ ولا متحدث ولا غيره. نعم. لم أتعين ولا أقبل ربما غيري
لو يعني تعمل له كده بس بجزرة هيجري. لكن أنا عندما أقف مع جيشي هذا شرف لي، والمجلس العسكري يكفي أمانته وأنه سلم السلطة في موعد 30 يونيو كما قال قبل ذلك. ولكن عندما أقول خبرا ربما الساعة 3 أو غيره، لماذا يقول لي المجلس العسكري يقول هذا الكلام؟ بيقايض؟ طيب اتضح أنه ما فيش مقايضة. إيه رأيك كيف بقى؟ اتضح ذلك؟ اتضح ذلك من كلام محمد مرسي، قال ما فيش أي حاجة بيننا وبينهم واحنا موقفنا واضح ومحدد. في مقايضة، هل ممكن أن يقول غير ذلك دكتور مرسي؟ يعني هل ممكن الرئيس ما هي المقايضة الآن وهم الآن على خلاف شديد؟ ما هي المقايضة؟ ما هو الخلاف الشديد؟ الخلاف الموجود في الإعلان الدستوري، الخلاف الموجود في أحكام القضاء. جماعة الثورة أو رجال الثورة أو أبناء الثورة يقولون أن من يحكم مصر اليوم فعليا ليس محمد مرسي إنما المجلس العسكري. هذا غير حقيقي، بدليل أن كل القوانين والقرارات يصدرها رئيس الجمهورية. منذ أن جاء المجلس العسكري لم يفعل شيئا سوى أن يوافق على القوانين التي قدمها الدكتور محمد مرسي. طبعا لأنه الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي للبلد. طبعا خلاص. ولكن من يحكم البلد فعليا؟ من يحكم البلد؟ هناك رأيان يا سيدي، هناك رأيان. منهم من يقول أن المجلس العسكري هو من يحكم البلد، وآخرون يقولون أن خيرت الشاطر والمرشد هما من يحكمان البلد. أنت مع أي اتجاه؟ أنا مع اتجاه أن خيرت الشاطر والمرشد هما اللذان يحكمان البلد الآن في الوقت الراهن. المؤسسة العسكرية لماذا قبلت بهذا الاحتمال ولم تقبل بثاني؟ لسبب بسيط، لأن القرار السياسي الآن والقرار الاقتصادي والقرار الأمني وحتى القرار العسكري في بعض أموره بيد الرئيس. ألم يقل الرئيس للجيش لا تنسحب الآن وابقى فبقوا؟ أليست إهانة للرئيس المصري اليوم عندما تقول أن خيرت الشاطر والمرشد هما من يحكمان البلد؟ الرئيس يحكم باسم مكتب الإرشاد وباسم جماعة الإخوان المسلمين. قل لي، اليوم مات السيد عمر سليمان، هل رئاسة الجمهورية استطاعت أن تقدم عزاء؟ استطاعت أن تقول على هذا الرجل أننا فقدنا رجلا قدم عطاء لمصر لفترة زمنية؟ لم تستطع أن تقل ذلك. ألا يعتبر ذلك موقف أيديولوجي وعقائدي أكثر من كونه موقف لرئيس الجمهورية؟ بين هلالين، ما صحة الإشاعات التي وردت منذ خلال الأيام الماضية أن ربما الراحل عمر سليمان لم يمت موتة طبيعية، إنما يكون قد قتل لأنه يملك ملفات لا يجب أن تبصر النور؟ هذا كلام أنا سمعته الحقيقة في الأيام الماضية، ولكن لا أظن أن لدي دليل عملي يمكن أن يؤدي إلى ذلك. هل يتورط الأمريكيون في أمر كهذا؟ وارد، الاستخبارات الأمريكية تستطيع أن تفعل ذلك. علاقتك ممتازة. تعلم أنه مريض؟ الحقيقة كنت عندما أولا عمر سليمان بلدياتي من جنة، نمرة 1. نمرة 2، في فترة إعدادي لكتاب الجيش والثورة بعد الثورة كنت أذهب لمقابلته في مستشفى وادي النيل، وكان يتردد كل أربعاء على المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، لكن حالته الصحية كما قال أقرب المساعدين إليه حتى وهو يدخل كليفلاند المستشفى الأمريكي كانت حالته الصحية جيدة للغاية. يعني بمعنى أنه خرج ميتا رغم أنه دخل لإجراء فحوص طبية. دعنا نرى آراء لجنة الرأي والرأي الآخر الموجودة معنا الليلة. أستاذ رقم 1 معارض، لم يؤيد. لماذا لم تؤيد كلام الأستاذ بكري؟ يعني في الحقيقة في 2000 كان الأستاذ مصطفى بكري يتكلم عن مبارك أنه راعي للديمقراطية حرية التعبير، ثم بعد ذلك قال له في 2005 ارحل، ثم بعد ذلك نزل الثورة بعد 28 يناير، ثم بعد ذلك كان بيطول حتى نهاية الفترة في سبتمبر 2011، وخرج يوم موقعة الجمل يهاجم المتظاهرين في ميدان التحرير، حتى أنه يوم فوض مبارك عمر سليمان كان يقول للناس كفى هراء وكفى مظاهرات، البلد تنقسم والفراغ الدستوري وهكذا. فالكل الشعب المصري يتساءل كيف للأستاذ مصطفى بكري أن ينتقل من الحال ومن لون ومن حبل إلى حبل. أيضا هناك نقطة مهمة جدا، الأستاذ مصطفى بكري كان يعمل في قناة الساعة الليبية تحت إمرة
أحمد قذافي الدم ابن عم القذافي، فكيف لابن عم القذافي أن يتعامل مع مصطفى بكري؟ وسمعت أن كل أموال الأستاذ مصطفى بكري تقريبا جاءت من عمله في قناة الساعة، فكيف يعقل أن يقوم القذافي بتشغيل الأستاذ مصطفى بكري وهو ليس له به أي علاقة؟ شكرا. هل هناك من رد؟ أولا في النقطة الأخيرة هذا عمل مهني ووارد جدا. أنت صاحب المؤسسة. من قال أنني صاحب المؤسسة؟ من قال؟ نحكي أنا عن الصحيفة. سيبنا من الصحيفة يا أستاذ متأسسة ب 250,000 جنيه من بداية التسعينات. خلينا نعلق على النقاط الأخرى اللي تناولها الأستاذ. النقطة الثانية فيما يتعلق بسنة 2005 في مرحلة أنا أوضحت 2005 وكان موقفي واضح فيما يتعلق بالثورة. عندما أنا من البداية نزلت 26 27 28 طلعت مظاهرات الأزهر، ثم طلعت على قناة المحور، وكان في اليوم ده كان يوم 1 فبراير ألقى مبارك خطاب قالوا إنه مستعد يتنحى ويسيب انه مستعد، لا عايز تمديد ولا عايز توريث. من الشباب انهم يغادروا الميدان. لو سمحت لم اطلب. ناس دخلت واتكلمت فبيقولوا لي كلمهم بكره علشان يمشوا، قلت لهم ان شاء الله هروح لهم بكره. المهم طالما اتحقق الهدف الاساسي لينا انه مفيش عوده اخرى ومفيش توريث يبقى خلاص نمضي. وكان الهدف في هذا الامر ان احنا نلم البلد. لان البلد انا كنت انظر الى المستقبل وقلت انها هتفلت وبتفلت دلوقتي. لو احنا في هذا التوقيت دلوقتي بتفلت طبعا امريكا بتعد خطه لفوضى في البلد. دعنا نرى راي الاستاذه رقم 2 موافقه مؤيده لارائك. تفضلي. يعني أنا حسيت ربما لأنه يجمعكما فكرا أو فكر سياسي واحد. لا يا أخي ما تقعدش تصنف المسائل كده، سيب الناس تتكلم بحرية. لا أنا ما حضرتش أو ما عنديش كان فكرة عن كل الاتهامات دي، لكن اقتنعت بالشرح اللي قدمه الأستاذ مصطفى بكري ردا على الاتهامات اللي توجهت له من دائرة الاتهام، وحسيت إنها مقنعة يعني. شكرا. الأستاذ رقم 3 معارض. لماذا تعارض ما قاله الأستاذ بكري؟ والله الأستاذ مصطفى كلامه مليء بالتناقضات في الحقيقة. يعني هو بيقول إنه هو ناصري، فهل الناصرية هي رحلة الشتاء والصيف إلى ليبيا والعراق مثلا؟ يقول إنه مهني عندما قدم نفسه في البداية، فأين المهنية في خبر نتيجة شفيق مثلا الذي حاول أن يسربه قبل إعلان النتيجة ب3/4 ساعة؟ هل هذه مهنية؟ يقول أيدت مواقف معمر القذافي وأيدت الثورة الليبية. يعني أين أليس هذا تناقضا؟ يدعم إلى الآن صدام حسين ويعتبره شهيد العرب، وهو الذي قتل شعبه وهو الذي قاد شعبه إلى مهالك عديدة بسياسات خاطئة. يقول كمثال شرف لي أن أكون على علاقة بالمجلس العسكري، ويخلط بين المجلس العسكري والقوات المسلحة المصرية. المجلس العسكري يا سيدي هو الذي قتل المصريين من 9 مارس إلى أن سلم السلطة في العديد من المواقع. فهل ترضى عن قتل مواطنيك؟ هل أنت موافق عن قتل على قتل مواطنيك؟ أولا أنت رجل تفتقد الموضوعية. لو أنت موضوعي ما تقولش أن المجلس العسكري من 9 مارس هو بيقتل في المصريين. هذه مسألة غير موضوعية ومجرد اتهام. الحقيقة أنت مفروض ما تبقاش في لجنة تحكيم، تيجي تبقى في لجنة الادعاء على جنب. يعني الحاجة الثانية، عندما أتحدث عن صدام حسين والعراق ولا ليبيا، دي ليبيا بلد عربي والعراق بلد عربي ولا يمكن بأي حال من الأحوال ننكرهم. ولما بيبقى في موقف قومي يتفق مع قناعاتي أنا عندي الجرأة أن أنا أقول نعم أو لا. أنا كنت عايزك تتكلم على مرشد الإخوان اللي طلع قبل كده في حديث صحفي منشور في المصري يوم أن نؤيد جمال مبارك ونؤيد حسني مبارك 2005، ولا محمد مرسي اللي عمل حديث في المصري اليوم سنة 25/11/2010 قبل الثورة بشهرين قال لقد أخلينا الدوائر لفتح سرور في السيدة زينب زكريا عزمي في الزيتون باعتبارهما من الرموز الوطنية، وكنا نتمنى أن نخلي دائرة أحمد عز وبيننا وبين الحزب الوطني تنسيق. كنت أتمنى أن تدخل على موقع المصري اليوم لترى وثيقة أمن الدولة التي توضح الاتفاق بين محمد مرسي وخيرت شاطر وبين مباحث أمن الدولة، والتي تقول
انكم هتاخدوا نسبة كذا مع شرط استبعاد 2 مصطفى بكري في دائرة حلوان والتبين ومجدي أحمد حسين في دائرة المنيل، والوثيقة موجودة من أول يوم. شكرا لك أستاذ رقم 3. هل من تعليق؟ هو رقم 3 خلاص. خلاص دعنا نتوقف مع فاصل. بعد الفاصل نعود لنتابع زمن الإخوان مع دائرة الزمن مع ضيفنا لهذه الليلة الأستاذ مصطفى بكري. زمن الإخوان مع ضيفنا الأستاذ مصطفى بكري. أستاذ مصطفى أهلا بك مجددا. دخلنا معا دائرة الزمن، هذا الزمن الذي يحمل الكثير في طياته من تاريخك، والأهم من ذلك أننا اليوم وصلنا إلى زمن عليه علامات استفهام كثيرة بالنسبة لك شخصيا، وهو زمن الإخوان. دائرة الزمن. في زمن الإخوان ماذا يحضر لمصر؟ وحضرتك تكلمت عن مطبخ يحضر فيه أمور كثيرة. أولا في تقديري أن التيارات الإسلامية لها قاعدة شعبية كبيرة، ربما الممارسة قد تسحب من هذا الرصيد الكبير كما رأينا في الأيام الماضية، ولكني أعتقد أن أمريكا تريد من خلال هذه السيطرة للتيار الإسلامي في العالم العربي واحد. قبل ما يعني خلينا نتوقف عند هذه النقطة اللي ترددت مرارا خلال الحلقة، ما هي مصلحة أمريكا تحديدا اليوم كما تقول حضرتك بتقديم الدفع لتلك التيارات؟ أولا تزكية الصراع الشيعي السني في العالم العربي. نعم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن وجود التيار الإسلامي وسيطرته على السلطة في نظر الأمريكان كفيل بإحداث مشاكل وأزمات داخلية في العالم العربي والإسلامي بين قوى سياسية متعددة، وهذا أمر يمكن أن يحدث حالة من اللا استقرار في المنطقة تدفع إلى تقسيم المنطقة وفقا لنظرية الشرق الأوسط الجديد. مما أنت خائف اليوم على مصر من زمن الإخوان؟ أنا خائف من الإقصاء، من رفض تنفيذ أحكام القضاء، من الهيمنة والسيطرة ومحاولة وضع أيديولوجية الإخوان وكأنها أيديولوجية الدولة المصرية. خائف من أخوانة الدولة المصرية، وأظن ذلك واضح في خطاب الرئيس في ميدان التحرير عندما تحدث عن الشهداء فقال أنهم شهداء العشرينات حتى الستينات وما أدراك بالستينات، ونسي أن هناك شهداء في 67 في حرب الاستنزاف في 73 وقس على ذلك. هل تخاف أن ينكل الإخوان اليوم بالناصريين في مصر؟ إذا كنت جئت بمنطق تصفية الحسابات فأنت لا تصلح لحكم مصر. لماذا لن يترك الإخوان المسلمون ليحققوا يعني ليبرهنوا قديه هن ناس قادرين يحكموا، قديه يمارسوا السلطة، قديه يقدموا مشروع النهضة للبلد اللي هن وصلوا له بصناديق الاقتراع الديمقراطية؟ ليش هذه الهجمة، هذا التخويف، هذا يعني الإرهاب الفكري، هالفوبيا اللي عم تعملوها عند الناس من وصول تلك التيارات إلى الحكم؟ أنا ناصري أختلف معهم في كثير من الأمور، ولكن مع حقهم في التواجد ومع حقهم أن يحكموا طالما جاءوا بإرادة شعبية. المشكل الحقيقي بيني وبين الإخوان هو ممارساتهم في مجلس الشعب، هو القوانين اللي أصدروها وهي قوانين انتقائية انتقامية، هو هجمتهم على الدولة. يعني كانوا يهجمون على الجنزوري ويطالبون بإبعاده، اليوم يقولون للجنزوري نرجوك أن تبقى شهر آخر. بماذا أسمي ذلك؟ موقفي من الرئيس محمد مرسي لست ضده لأنه جاء بانتخابات، ولكني ضد ممارساته عندما يرفض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وهو الذي أقسم على الدستور والقانون وتنفيذه، عندما يسعى الآن بلعبة اللف والدوران، عندما يقال أنه حتى لو صدر حكم من القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية نحن لن نوافق على ذلك. هل أنت خائف على الحريات في مصر؟ بالتأكيد أنا خائف على الحريات، لأن الممارسة اللي أي نوع من الحريات أنت خائف؟ كل الحريات، من الحريات السياسية للحريات الاجتماعية لحريات الإبداع. وأين المجلس العسكري من ذلك؟ المجلس العسكري لا يحكم الآن، المجلس العسكري بيده السلطة التشريعية. منذ أن جاء وتولى الحكم وتولى هذه السلطة بعد حل مجلس الشعب مؤخرا لم يصدر أي قانون.
ماذا تفسر في زمن الإخوان زيارة كلينتون إلى المشير طنطاوي تماما كما زارت الرئيس مرسي؟ هو ده أمر طبيعي. هي عارفة أن المشير طنطاوي الراجل ما زال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسبق قبل كده أن مسؤولين أمريكيين التقوا به، فهي ذهبت لماذا؟ ذهبت لتقول بكل وقاحة عليكم أن تتخلوا عن أي دور في إدارة البلاد وتروحوا، ليس أمامكم سوى حماية الأمن القومي. من قال لك هذا الكلام؟ قالت هي هذا الكلام، هي التي نشرت. أين قالت؟ قالت في تصريح بعد ما خروجها من محمد مرسي: على الجيش أن يعود ولا مهمة له إلا حماية الأمن. لنا الأجندة بتاعتنا ست كلينتون دي ولا إيه؟ لا يصح هذا الكلام. المؤسسة العسكرية مؤسسة محترمة. هل سبق في أي يعني في زمن يعني الرئيس مبارك وقبل أن أتى مسؤول بهذا المستوى بهذا الحجم وزار قائد الجيش أو رئيس القوى المسلحة؟ لا بالتأكيد الوضع مختلف الآن، بالتأكيد الوضع مختلف الآن. يعني قبل كده كان يجي وزير الدفاع الأمريكي يقابل، إنما الآن هي ذهبت ليه؟ هي ذهبت عشان بتقول إنها هتسوي الملف بينها وبين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. هي بتفتعل خناقة. هي بالأساس أي ملف عم تحكي عنه؟ ملف السلطة وتوزيع السلطة. هي بتقول كده ان المجلس العسكري لا يحق له ان يمسك بملف التشريع. طيب مين اللي يمسك ملف التشريع؟ الاعلان الدستوري لو نقراه بيقول انه في غياب مجلس الشعب اللي يمسك السلطة التشريعية هو المجلس العسكري. مجلس باطل. قبل كده سلمهم السلطة التشريعية يوم 23 يناير اول ما انتخب مجلس الشعب. من يربط بين الاخوان المسلمين والامريكان اليوم؟ من هو؟ المهندس خيرت الشاطر الذي قال إن التحالف بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو تحالف استراتيجي، والعراب لهذه العلاقة الأتراك والقطريين. ما مصلحة قطر في ذلك؟ هناك ثمة علاقة استراتيجية بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتلعب هذا الدور الآن ولتنتزع هذا الدور من مصر. هل ممكن لمصطفى بكري أن ينجح في أي انتخابات تشريعية أو في انتخابات مجلس الشعب في زمن الإخوان؟ مصطفى بكري جاب 376 ألف صوت، أعلى أصوات في مصر. خلينا نشوف الأستاذ رقم 1 معارض. تفضل. برضو في الحقيقة يعني أتصور أن الأستاذ مصطفى بكري يحدثنا كأننا سذج سياسيا، لأنه مثلا لا يكلمنا على طبيعة العلاقة ما بين أمريكا والمجلس العسكري، لا يكلمنا عن سفر المتهمين الأمريكان برعاية المجلس العسكري بعد ضبطهم في قضايا تمويل أجنبي، يعني يعترض على خيرت الشاطر أو العلاقات الأمريكية مع الإخوان. فأنا أدعو للانتفاض وللثورة وأن يخرج منتفضا على الإدارة الأمريكية وعلى السفارة الأمريكية حتى يكون متسقا مع مواقفه. شكرا. هناك من أولا أنت لم تسألني هذه الأسئلة التي اخترعها رقم 1، أنت لم تسألني إياها. نمرة 1، يوم أن سافر المتهمين بقضية تمويل أجنبي خرجت وانتقدت وعملت صفحات في صحيفة الأسبوع أنتقد هذا التصرف واتهم كل من قام به بأن هذا التآمر على مصر. هل خدعت بهذا الملف؟ نعم. هل خدعت بهذا الملف؟ هل تم خداعك؟ طبعا تم خداع المصريين جميعا بما حدث. من خدع؟ القضاء اتخذ قرارا ولكني لا أبرئ أحد. من خدع؟ لا أبرئ أحد. أنت تعلم تماما من المسؤول عن هذا الموضوع، ولكن لماذا تتهرب من الإجابة؟ المجلس العسكري مسؤول كما أن القضاء مسؤول. شكرا. أستاذة رقم 2 موافقة ومؤيدة، تفضلي. أنا موافقة الأستاذ مصطفى في اللي قاله بتحليل الموقف الحالي السياسي في مصر. وإن كنت يعني شوية اندهشت إن هو عنده شعور إذا كنت غلطانة يقول لي إنه عنده شعور بالتشاؤم من الهيمنة الإخوانية يعني احتمال أخوانة الدولة زي ما قال. يعني إيه الشواهد اللي عنده على ذلك، وإيه اللي بيخليه يتخوف، أو إيه اللي بيخليه ممكن يتفائل بأن ده لن يتم. شكرا. الأستاذة موافقة على رأيك. التخوف وارد في إعادة هيكلة الدولة الآن يتم. ما هي المعطيات التي تجعلك متشائما ومتخوفا؟ يكفي أن أقول لك خطاب الرئيس في ميدان التحرير
واللي تحدث فيه ولكن والخطاب الآخر والذي تحدث فيه عن الشهداء. يكفي أن أقول لك ما يجري الآن في الصحافة المصرية، الاختبارات العملية التي تجرى للصحفيين لإعادة هيكلة الصحافة المصرية وفقا للأجندة الإخوانية. أستاذ رقم 3 معارض، لماذا؟ الحقيقة كنت أريد أن أتفق ولو جزئيا مع أستاذ مصطفى بكري، خصوصا في مخاوفه من جماعة الإخوان المسلمين. أنا أتفق في هذه الجزئية معه، وكنت أتمنى أن أكمل اتفاقي، لكن هو لا يريد ذلك. يعني فيما يتعلق لحظة على ماذا كان، يعني وين كان هذا الاتفاق؟ فيما يتعلق بنقطة جماعة الإخوان المسلمين أتفق تماما معه يعني. نعم. ومن ثم هل خلق مجلس الشعب لكي تتهم رجلا في قامة الدكتور محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل بأنه عميل ويرعى العملاء؟ هل هذا لماذا لم تقله في الخارج؟ ما هذه أستاذي مشكور، لقد وصل. يعني الحقيقة أنا يعني مع احترامي وتقديري ليه، لكن دايما معلوماته ناقصة أو معلوماته مش واصلة الحقيقة. يعني يقول لك اتهم البرادعي بأنه عميل أمريكي. يا أخي ده رئيس مجلس الشعب قرأ المضبطة وقال أنا قلت الذي يحمي عملاء الأمريكان. من هم عملاء الأمريكان؟ المعهد الديمقراطي الأمريكي، المعهد الجمهوري الأمريكي فريدم هاوس، الذين اكتشف أنهم يمولون بعض الجهات في مصر، وقال عنهم أنهم أيقونة الحرية. إنه ولكن بيقولوا عم نمسك أذننا بالقلب. يعني من يحمي العملاء، يعني قاصد أنه عميل. لا، أنا أبرئ الدكتور برادعي من أنه عميل، لكن أنا أنه يحمي العملاء. من يحمي العملاء يعني عميل. لو سمحت فرق كبير جدا بين انك تبقى عميل وبين انك بتحمي الناس، حتى ولو كان بمنطق الدفاع عن ما تراه أنت صحيحا من منطلق ثوابتك. ولذلك مجلس الشعب لم يرفع الحصانة عني. الكل عندما عرض الأمر وقرئ المحضر لم يكن القصد أن أتهم البرادعي بأنه عميل. دعنا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل ننتقل إلى الدائرة الثالثة والأخيرة وهي دائرة المواجهة. أهلا بكم من جديد في زمن الإخوان مع ضيفنا الأستاذ مصطفى بكري. نعرض عليك بعض الصور وبعض الأحداث وبعض المشاهد، نريد بعض التعليقات على ما ستشاهد. حاضر طبعا. دائرة المواجهة. دائرة المواجهة. الصورة الأولى مصطفى بكري بوضع عليه علامة استفهام مع جمال مبارك. أولا هذه يجب أن أو أخاف أن يجب أن يعرف الناس أن هذه الصورة أنا الذي نشرتها في جريدة الأسبوع. وهذه صورة في فرح، كان هناك طبل وزمر ولم يكن يسمعني ولم أكن أسمعه. كنت أقول له كيف تفتتون دائرة الانتخابية؟ فقال لي أنا ماليش دعوة. قلت له أحمد عز مش بتاعك. خلينا ناخد صورة تانية. امرأة منقبة، يجب أن أو أخاف أن يجب أن نحترم حقها في الاختيار. هذا أمر خاص يخص هذه المرأة، ولا يجب بأي حال من الأحوال التخويف أو الترهيب من هذا المشهد. وأنا قلت ذلك حتى قبل أن يسقط النظام، عندما كان هناك مسألة الأحكام التي صدرت فيما يتعلق بالمنقبات. قلت من حق المنقبات أن يدخلن الامتحان، ومن حقهن أن يحتفظن بالحرية الشخصية. دعنا نرى صورة أخرى. صورة حمدين صباحي. يجب أو أخاف؟ يجب أن يحافظ حمدين على ما حققه من انتصار كبير. حمدين حصل على ما يقارب 5 ملايين صوت. ولكن حمدين تحديدا مع حفظ الألقاب طبعا قال لا يشرفني تأييد مصطفى بكري لي في الانتخابات. هذا كلام غير حقيقي. حمدين لم يقل هذا الكلام. هذه جملة دست على حمدين صباحي، وهو نفسه نفى لي هذا الكلام وحدثني وحدث أخي. وعندما قابلني في أحد العزاءات قال لي أنا لن أنسى دورك وموقفك معي. ولكن لم ينفي هذا الموضوع علنا، يعني بعدما أشيع هذا الخبر. يا سيدي، ما أنا بقول لك أي حد يقول أي حاجة. حمدين كان في معركة انتخابية. حمدين صديق عزيز ووقفت معه وأعلنت ذلك بشكل واضح وبشكل محدد.
دعنا نرى صورة جديدة. عدد من شباب الإخوان يقبلون يد المرشد. يجب أن يكفوا شباب الإخوان عن هذه العادة، حتى وإن كانت تحمل معنى عاطفيا، لكنها أمام الآخرين لا تحمل المعنى الأبوي، ولكنها تحمل معنى السمع والطاعة إلى درجة تقبيل الأيدي. لماذا لا تحمل المعنى الأبوي؟ يعني لماذا لا تريد أن ترى المرشد بمثابة الأب لهؤلاء الشباب؟ ربما لأن هناك بيعة، وربما لأن هناك ما يسمى بالسمع والطاعة للمرشد أيا كان الأمر، ولكن الحقيقة هي ليست عند الجميع. نعم. يقوم بها البعض وهي ليست مفروضة على الجميع. الصورة التي سنراها الآن هي صورة الشخصية التي ستوجه إليها رسالة. يعني بدي منك توجه الرسالة مباشرة، كأنك تخاطب الراحل عمر سليمان، خطبه بشكل مباشر برسالة مقتضبة إذا أمكن. ماذا تقول له؟ رحمك الله، عشت في صمت ومت في صمت، أنت مخزن للأسرار. كنا نتمنى أن تفتح الأبواب واسعة لنسمع منك الكثير عما يجرى هذه الأيام وعما جرى قبل ذلك. رحمة الله عليك. دعنا نرى مرة جديدة ماذا قد يكون رأي أعضاء لجنة الرأي والرأي الآخر مع الأستاذ رقم 1 معارض. تفضل، لماذا المعارضة المستمرة؟ بما ان الاستاذ مصطفى بكري مهتم جدا باراء الاداره الامريكيه، ادعو لقراءه كتاب تشارلي برنارد زوجة زلماي خليل زاده السفير الامريكي في العراق، كتاب اسمه الاسلام المدني الديمقراطي، يقول فيه انه يجب ان نشجع القوميين والبعثيين في مهاجمتهم للتيار الاسلامي، وعلينا ان نصدر لهم الصحف وننشر ما يكتبوه. هل هذا ما تم فعله في إصدار جريدة الأسبوع سنة 1998 من قبل الدكتور صفوت الشريف الذراع الإعلامي لنظام مبارك؟ تاني حاجة، هل هذا تم تحقيقه بالفعل في موقعة حل مجلس الشعب الأخيرة؟ والكل يعرف، وكان أحد الذين يعرفون الأستاذ مصطفى بكري في اجتماع مع المجلس العسكري وقال لهم في شهر 12 2011 بعد المرحلة الأولى لمجلس الشعب: حضروا نفسكم، المجلس ده هيتحل قريب. أخيرا الأستاذ مصطفى بكري كان يعرف هذا العوار الدستوري، وكان يساند موقف المجلس العسكري في حل مجلس الشعب، والقضية ليس لها علاقة إطلاقا بأحكام قضاء، إنما هي لعبة سياسية يستخدم فيها أدوات قضائية. تفضل. اولا الاخ ده لازم يعارضني في كل حاجه، فعلا انه كشف عن هويته الان، هو ضد احكام القضاء وبيتبنى ذات ما يتبناه الاخرون، وبالذات جماعه الاخوان المسلمين. نمره 1، جريده الاسبوع عندما اسست عبر الشركات المساهمه مش عبر صفوت شريف. نعم. وكذا جورنان طلع قبل وبعد ومن بينهم صوت الامه. لماذا تحتفظ بصوره لصفوت الشريف في مكتبك حتى اليوم؟ لا، ما فيش صوره اطلاقا. شلتها؟ اصلا ما كانش في صوره، كان في صوره، لم يكن في صوره. هو في تحت في المقر افتتح صفوت شريف ومحافظ القاهره مقر جريده الاسبوع، كان وزير اعلام ايامها، وبيعمل ده مع كل حته. هي الناس بس بتنسى وعامله نفسها ابطال دلوقتي. ما كناش نسمع اصوات الناس دي وقتها. كنا نعارض اعلام عم بيفتتح جريده معارضه. يا سيدي ده كان موجود في كل حته، كانت جريده مستقله وجاء وحضر وهو ونخبه من المثقفين. خلينا نتابع الرد على دي حاجه. الحاجه الثانيه فيما يتعلق بانه المجلس العسكري قال حضروا نفسكم. نعم. دي شائعه كاذبه لا اساس لها، ويظهر بياخد معلوماته من اماكن انا ما اعرفش فيه الحقيقه، يعني ممكن يدخل على اي موقع على النت ياخد اي معلومه، لكن انا بقول له اتعلم المنهجيه، وثق معلوماتك. كلنا بناخد اشاعات، وثق معلوماتك. مجلس عسكري هيقول حضروا. نمره 3، السبب في انه الطعن الدستوري قبل هو ان حزب الحريه والعداله هو اللي اجبر الجميع واجبر مجلس العسكري على ان يغير الماده ال5 بحيث يفتح الطريق للحزبي لكي ينضم ويكون من حقه انه ينزل على المقاعد الفرديه. الاستاذه رقم 2.
لأول مرة بتعارضك برضه لأول مرة بتعارضك ليه؟ لماذا عرضت هذه المرة؟ عرضت لأنه الصورة مع جمال مبارك الوضع بتاعها نعم ما أقنعنيش إن ده فرح، وإنه يعني جمال مبارك كان بعيد عن أذن الأستاذ مصطفى، فمش حاسة إنها كانت يعني حديث عابر كده. أنا ما استريحت لهاش الصورة دي من الأول، لكن المهم جدا إن هو بيتكلم عن المنتقبة إن ده حقها، والشريعة الإسلامية بتقول إن حقك ينتهي عندما يبدأ حق الآخر. أين حقي أنا في التعرف على من بجانبي؟ طبعا حقها. ليه مش حقها؟ وحقي أنا فين؟ إن أعرف مين اللي جنبي. ليش مين أجبرك على شيء؟ الله، ما هي ماشية جنبي، ما هي ممكن تبقى قاعدة جنبي في أتوبيس، ممكن تبقى ماشية في محل قدامي. فين حقي أنا؟ إيه المسوغ لهذا الوضع المتخفي الجديد علينا؟ يعني أنا ما دافعش عن حاجة غلط. شكرا، اتفضل. يعني أنا بعتقد طبعا مخاوف، من حق كل إنسان أن يتخوف، لكن حق الإنسان في أن يلبس ما يشاء هذا حق شخصي. ولكن في الموضوع آخر أيضا، اعتبرت أنك لم تكن مقنعا بالدفاع عن صورتك بالشكل. والله هذه الصورة أنا اللي نشرها في الجورنال، لو فيها عيب ما كنتش هنشرها يعني. الأستاذ رقم 3 معارض كالعادة. تفضل. طيب، اولا انا معترض على وصف استاذ مصطفى ليا بان توجهي امريكي، وبطلب منه ليبرالي. انا معذره، توجه ليبرالي يعني، لكنه يميل الى التجربه الامريكيه. قلتها لا مش صحيح، قلتها امريكي، قلت توجه امريكي معذره في اللفظ. اوكي. ما يتعلق بموضوع النقاب ليس حريه شخصيه على الاطلاق، لانه يهدد امني الشخصي. عندما يكون وجه شخص ما مختفيا ويرتكب جريمة على سبيل المثال، فكيف أصفه أو أتحقق منه؟ أنا بعتقد يعني وسائل التوصل إلى من يرتكب جريمة سهلة جدا. في الانتخابات كان بيتشال النقاب، نعم، ويتم اكتشاف هذا الأمر. لكن هنا أنا عندي إيمان حقيقي بالحق الخاص. من يريد أن يفعل شيئا طالما أنه لا يؤذي الآخرين فليفعله في هذا الإطار. إذن ختام لقائنا لهذه الليلة، لهذه الحلقة. تفضل. بدي من حضرتك. أين القلم؟ القلم موجود. هيك. إنه بدنا نكتب رسالة، نحن سميناها رسالة للتاريخ. يعني برمضان 2012 من برنامج زمن الإخوان عبر القاهرة والناس، أقول لكم أو تذكروا إنني قلت لكم ماذا؟ في زمن الإخوان. عصبي إلى عبد الناصر وقلمك اللي تعبان. في الليلة الظلماء يفتقد البدر. أين أنت يا عبد الناصر؟ شو قصدك يعني كلام خطير. هل تدعو إلى اعتقال الإخوان؟ لا يا سيدي، عبد الناصر بنهجه وفكره ورؤيته أراه مناسبا لهذا الزمن ولهذا العصر. ليفعل ماذا؟ ليناضل من أجل هذا الوطن ومن أجل هذه الأمة، وليحمي هوية الدولة الوطنية المصرية. من؟ من كل من يحاول تغيير وتغييب إرادة المصريين وهوية دولتهم. على وقع ما كتبت، وطبعا كل ما يكتب هو على مسؤولية الشخص الشخصية. وقبل أن ننهي هذه الحلقة يحق لك أستاذي الكريم وضيفي الكريم العزيز أن تختار أحد الأساتذة الثلاثة لتتعرف على هويته. من تختار أو من تدفعك الحشرية كما نقول لتتعرف من هو صاحب، يعني عندك رقم 1، رقم 2، رقم 3؟ الطبيعي أن أختار رقم 2 لأني أراها موضوعية وأراها منصفة وأراها صاحبة
موقف ورؤية، لكنني مع ذلك أختار رقم 1. من الطبيعي اختيار رقم 2، ولكن مع ذلك القرار النهائي هو باختيار رقم 1. لماذا؟ لأنه ربما أريد أن أجري معه نقاشا وحوارا لنصل بالتأكيد إلى قناعات، لأني أراه أيضا لديه من الاستعداد ما يجعله، حتى بغض النظر عن وجهة نظره، لكن ما يجعله يفتح حوارا موضوعيا. الأستاذ رقم 1، إذا أمكن أن تتفضل لعنا مول معروف. وبهذا الوقت نأتي إلى ختام هذه الحلقة مع الأستاذ مصطفى بكري من زمن الأخوان، على أمل اللقاء بكم مساء الغد بإذنه تعالى، وتصبحون على ألف خير.